مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. قبل البداية أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لأن ذلك يدعمنا. موافقة موريتانية على منح الجزائر 5 رخص لصيد الأسماك. أبدت موريتانيا موافقتها المبدئية على منح الجزائر 5 تراخيص في مياهها الإقليمية بالمحيط الأطلسي لصيد الأسماك في إطار المفاوضات الجارية بين الجانبين على هامش اجتماع اللجنة المختلطة الجزائرية الموريتانية حول الصيد البحري، والتي تزامنت مع زيارة وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني الفضيل ود سيدات حمد إلى الجزائر للمشاركة في المعرض الدولي للفلاحة وتربية المواشي والصناعات الغذائية المنعقد في العاصمة الجزائرية حتى 29 من مايو الجاري. في هذا السياق أكد مصدر حكومي جزائري أن الطرف الموريتاني عبر عن موافقته المبدئية على منح الجزائر هذه التراخيص في إطار تنفيذ اتفاق ثنائي للصيد البحري توصل إليه البلدان قبل عدة سنوات لكنه لم يطبق لحد الآن، وهو الاتفاق الذي يستهدف أيضا تعزيز التعاون بقطاع الصيد البحري ليشمل أيضا صناعة السفن والتكوين والتدريب. وينتظر أن تعكف اللجنة المختلطة للصيد البحري بين البلدين على ترسيم الاتفاق بصيغة نهائية خلال الأسابيع المقبلة. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن هذا العمل بهذه الرخص سيبدأ فعليا في النصف الثاني من السنة الجارية، على أن تخصص لصيد كميات من الأسماك المختلفة تقدر بنحو 31 ألف طن وفق المصدر ذاته. وتهدف الجزائر إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال توسيع مصادر الإمدادات بالأسماك وضخ كميات إضافية في السوق المحلية اعتمادا على أسطول وطني من سفن الصيد. وتعيد هذه الخطوة إلى الإذهان تجربة التعاون الجزائري الموريتاني في مجال الصيد البحري التي تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي. وتعتبر موريتانيا من أكبر الدول العربية في الثروة السمكية، حيث تقدر طاقة الصيد السنوية ب1.8 مليون طن، مع وجود 200 نوع مطلوب بشدة في السوق الدولية. تتميز موريتانيا بوجود 3 محميات بحرية هي الرأس الأبيض وحوض أرجين وحديقة جولينغ. وتقدر صادرات الأسماك الموريتانية ب 759 مليون دولار في عام 2022، وهو أعلى رقم منذ 38 عاما.